من هم الشيعة؟ وما هي عقيدتهم؟ وما هو دينهم؟ كثير من الأخوة في مصر وفي بلدان أخرى يبحثون عن إجابة لهذه الأسئلة، وأنا الدكتور صادق المروج، أستاذ في كلية الطب بجامعة الكوفة وطالب علوم دينية في النجف الأشرف، سأشرح الشيعة وعقيدتهم وكل تفاصيل دينهم. نحن الشيعة ربنا الله عز وجل، ونعتقد أنه واحد أحد ليس كمثله شيء. نبينا هو محمد صلى الله عليه وآله، ونعتقد أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وخير البشر. كتابنا هو القرآن الكريم، وهو الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الموجود بين أيدينا وفي كل مساجد المسلمين. قبلتنا هي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. صلاتنا كصلاة المسلمين، ويمكنك التأكد من ذلك بمتابعة الفضائيات التي تنقل صلاة الشيعة. أيضا لدينا صيام في شهر رمضان، حج في شهر ذي الحجة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وزكاة، وباقي الأمور التي لدى المسلمين. الفرق عندنا أننا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نص على علي عليه السلام إماما وخليفة من بعده، ومن بعد علي عليه السلام 11 إماما من بعده، يبدأون بالحسن ثم الحسين، و9 من ذرية الحسين عليه السلام، ينتهون بالمهدي عليه السلام. هناك اتهامات كاذبة للشيعة، واحد منها أننا نعتقد بمصحف فاطمة وليس بهذا القرآن، ولو بحثت في كل مساجد الشيعة فلن تجد مصحف فاطمة أبدا، بل ستجد نفس القرآن الكريم الموجود لدى كل المسلمين. اتهام آخر أننا نعبد التربة الحسينية، لكن نحن لا نفعل ذلك، بل نسجد عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالتراب من الأرض. نتهم أيضا أننا نعبد القبور، وهذا غير صحيح، بل نحن نزورها وندعو الله عز وجل أثناء زيارتنا للإمام علي والإمام الحسين، وندعو الله عز وجل بحقهم وبمنزلتهم عنده أن يتقبل دعاءنا، كما تزور المريض وترجو بذلك الأجر. نتهم أننا الشيعة ليس لدينا إلا سب الصحابة وأمهات المؤمنين، وهذا غير صحيح، فلا تحكموا على الشيعة بسبب بعض الجهلة. ارجعوا إلى كل علماء ومراجع الشيعة الكبار الذين يمثلون الشيعة، كلهم قد منعوا السب والتجاوز والإساءة لرموز الآخرين. نتهم أننا نقدس عليا أكثر من النبي، ونقول في صلاتنا خان الأمين، هذا كذب، بل نحن نعتقد أن منزلة علي عليه السلام العالية بسبب طاعته لرسول الله وبسبب خدمته لرسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله سيد البشر وخير البشر.